كان في حد مثلا سألني سؤال كده انه ابنه رافض الاكل اللي هو يعني مثلا مش عايز فراخ، مش عايز لحمه، مش عايز سمك. مم. رافض الاكل. هو رافض الاكل من وجهه نظرك انت، مش وجهه امم. نظره هو. هو وجهه نظره هو بيجوع بياكل، بس امم. بياكل ازاي؟ اولا طبيعه الجسم ده، هو بيبتدي يستكشف العالم اللي حواليه. اول ما المجال البصري بتاعه بيبتدي يكتشف ان في حاجات كتير جدا محتاجه استكشاف بالايد، ويحطه في بقه ومش عارف يروح لها ويمسكها يعني فايه. هنا عنده شغل كتير يعمله. الراجل ده مش فاضي انه يقعد معاك يقوم الصبح مثلا ويقعد على الترابيزه ونحط له الفطار يفطر، او نيجي ساعه الغداء وهنقعد بقى نتغدى. مفيش الكلام ده، هو عنده شغل لسه ما خلصوش. عشان كده في اطفال تفضل تشرب حاجه سريعه في الوقت ده او في العمر ده عن انها تاكل اكل محتاج وقت ومجهود. وبعض الاطفال تميل لشرب اللبن الكتير، بيديله شبع. طبعا هو بيدي غذاء يعني، بيديله شبع ويخليه يتحرك يخلصه بسرعه ويجري يلعب. المشكله بقى في كراهيه الاكل بتيجي منين؟ انا بحاول اضغط عليه عشان ااكل او اكمل وجبه. خد جزء مش عايز يكمل الباقي، او الاكل سميك زياده عن اللزوم فبياخد اول معلقه وعلى ما مش مصمصها وما ده بتاع، بياخد التانية. نقعد ساعة نأكل، والساعة دي بتدخله في حالة زهق من الطبق اللي قدامه ده. فهي الحلول طبعا بتبقى الوجبات السريعة السهلة سهلة سريعة، غذاء عالي فيها قيمة غذائية عالية. الحاجات كمان اللي هي ممكن هو يتعامل معها يعني